الأخ عمر يقول: يا شيخ، أنا سني لكن أفضل أهل البيت الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والزهراء على الجميع ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم على جميع الصحابة. هل أنا شيعي أم لا؟ عزيزي، كما تفضلت أن ركن من أركان العقيدة الشيعية هو تفضيل أهل البيت سلام الله عليهم على الجميع ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاعتقاد بأن الإمامة من حقهم وهم الأئمة بعد النبي بلا فصل، وبوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته كما في الغدير. فالعقيدة الشيعية تقوم على تفضيل أهل البيت وباعتبارهم هم الأئمة على الجميع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أيضا أكو ركيزة أخرى يا أخي العقيدة الشيعية، مو فقط المحبة والمودة والتفضيل، لا، وإنما البراء من أعدائهم. لأنه إحنا عندنا العقيدة ذات شقين: ولاء وبراء. حتى القرآن الكريم يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شوف، قدم الكفر بالطاغوت. يعني شو الكفر بالطاغوت؟ هو قرين الولاء. الكفر بالطاغوت التبري من الطاغوت، من كل ما هو غير حق، يعني من الباطل. فالقرين للولاء التبري، البراء من أعداء أهل البيت. الشيعي مو فقط يوالي أهل البيت، لا، وإنما يعادي أعدائهم كما قال القرآن الكريم. ولاء أهل البيت نعم ركيزة من ركائز التشيع، لكن أيضا البراء من أعدائهم. فإذا كان عندك براء من أعداء أهل البيت إن شاء الله تعالى فقد حققت الركيزتين.